واش خاص على الرمسة خلي بالك واش. النهارده يوم جميل، اجمل ما فيه ان الواحد قاعد في وسط اهله وحبايبه من اهالي ابيس عازميننا في جزيره. الحقيقه الواحد اول مره يجي فيها ما بين يعني البحيرات والهواء الطلق الجميل. الحقيقه يوم جميل مقضينه مع اهالينا الصيادين. بدأ بصلاة الجمعة وحضرنا معاهم وقاعدين النهاردة قعدة ودية مع أهالينا بنتعرف على مشاكلهم بحيث إن احنا نحاول إن احنا نجد لها حلول إن شاء الله. احنا بنقول لهم النهارده في هذا اليوم الكريم احنا مشاكلكم راصدينها وحاطين لها دراسة، لكن يعني ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. مش هنستطيع إن احنا نحل المشاكل دي كلها مرة واحدة. احنا بنبدأ بمشكلة مشكلة. ممكن ذكرنا لهم إن احنا بقالنا شهور مع الحاج سليمان والحاج علي الضامن وغيرهم من اهالينا من القرى ابيس ماشيين مع مجلس الشورى ومع وزير الزراعه، وبرضه البحث المشكله مع رئاسه الجمهوريه تقنين اوضاع تمليك اراضي قرى ابيس ان هم يستلموا العقود المسجله بتاعتهم. احنا ماشيين في المشكله دي فضلا عن مشاكل الرصف، مشاكل الاناره، مشاكل الصرف الصحي، مشاكل الميه، مشاكل الطريق الصحراوي او كوبري مشاة. كل هذه المشكلات احنا نعلمها جيدا من اهالينا في ابيس، لكن احنا النهارده بناكد لهم النهارده ان احنا موجودين معاهم ليتم التواصل المستمر. هم في قلوبنا وفي عقولنا وبنفكر في حل مشاكلهم دائما. ناس عندهم عزم واصرار على ان هم يعني يتجاوزوا الصعاب والمشاكل في حياتهم، وانه يساهموا اسهام حقيقي وجاد في نهضة بلادهم وفي العبور بمصر من المأزق اللي بتمر به. إن شاء الله بهذه الروح وبهذه المعنويات المرتفعة وبهذا الالتفاف والثقة التي تتجدد يوم بعد يوم في دعوة الإخوان المسلمين وفي قيادات حزب الحرية والعدالة إن شاء الله ننهض بهذا البلد. وإحنا بنقول لأهلنا ولإخواننا إن إحنا على قدر ما نملك وما نستطيع سنكون عونا لهم وكتفنا بكتفهم وإيدينا بإيديهم، ويعني ما في استطاعتنا سنقدمه. كلمت الناس النهارده عن موضوع الامن، وان الامن الاسلام بيدعونا وبيحثنا على ان احنا نامن بعضينا قبل ما يكون في هناك جهاز شرطه، واحنا محتاجين ان احنا نبقى سلم وامان لبعضينا. بعدها حضرنا جنازه احد الناس الطيبين توفوا في القريه، حضرنا جنازه. بعدها انتقلنا لمؤتمر الحزب في وسط بحيره مريوط على احد الجزر. قابلنا الصيادين وقابلنا المزارعين وقابلنا رموز واهالي ورؤوس قرى ابيس. اتكلمنا في امور كثيره تخص الصيادين، امور تخص الزراعه، تخص مشاكلهم خاصه بالطرق، خاصه بالتعليم. يعني اعتقد احنا سمعنا شكاوى الناس، بعضها بالفعل كان لنا رصيد فيها كويس ونشاط، بعض الاخر امور مؤجله نظرا لظروف البلد ونقص التمويل. لكن عموما احنا بنحمل اناب اهلنا بشكل كويس جدا، وان شاء الله خلال الفتره القادمه احنا بنكون لجان دايما في اعقاب المؤتمرات اللي زي كده، بحيث الناس نفسها تشارك معانا، مش مجرد ان احنا جايين نقدم لهم يعني حلول سحريه، ولكن احنا بالتعاون بروح التعاون الجميله بنوصل لحل كتير من المشكلات الى ان تقف الدوله على حيلها وتستطيع ان هي تقوم بقضايا المواطنين بشكل طبيعي.